ينسون سلاحا عظيما فتحه الله لكل مظلوم ومسحور بإذن الله تعالى. اليوم سنتحدث عن أمر يغفل عنه كثير من الناس، رغم أنه من أقوى أبواب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وهو الدعاء على الظالم والساحر والدعاء برفع الأذى وكشف الضر. كثير من المصابين ينشغلون بالبحث عن العلاج، وهذا أمر حسن، لكنهم لا يعطون الدعاء حقه. قد يقرأ الإنسان ساعات طويلة وقد يجرب برامج كثيرة، لكنه لا يجلس بين يدي الله 10 دقائق بصدق وانكسار يرفع حاجته إلى ربه ويطلب منه الفرج. والحقيقة أن المسحور إذا رفع أمره إلى الله فقد رفعه إلى القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء. ولهذا أنصح كل إنسان يعتقد أنه وقع عليه السحر والأذى أن يجعل له وقتا ثابتا يوميا لا يقل عن 10 دقائق إلى ربع ساعة يبتعد فيه عن الناس ويخلو بربه ويدعو من قلبه، والأفضل إذا كان في الثلث الأخير من الليل. هنا أخي الكريم أختي الكريمة، نحن لا نتحدث على مسألة أنك فقط تدعي على الساحر وأن الساحر فقط سيتأذى، لا، وإنما أنت إذا دعيت على الساحر وعلى من ذهب إلى الساحر، فبدعائك على الساحر ومن ذهب إلى الساحر سيتعذب بإذن الله تعالى. سبحان الله، بمجرد أنك تدعي على الساحر اللهم اهلك الساحر، اللهم عليك بمن سحرني وبمن ذهب إلى الساحر ليسحرني، اللهم احرقهم، اللهم زلزلهم بذنوبهم، اللهم رد الأسحار عليهم. هذا الدعاء بعد صلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى، هذا برنامج، اجعله جزءا من برنامجك، برنامج ثابت يومي بإذن الله تعالى يزلزل الساحر بإذن الله تعالى. لا تيأس، لا تستعجل، ولا تترك الدعاء إذا تأخرت النتائج، فقط التزم واستمر، وسترى البشائر في المنام وفي اليقظة بإذن الله تعالى. واستمر يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع بإذن الله. وفي الختام أقول لك، من يشعر أنه مظلوم أو متضرر أو مسحور، لا تترك هذا الباب العظيم، خصص كل يوم وقت ثابت، وخاصة في آخر الليل، وارفع أمرك إلى الله وأكثر من الدعاء والاستغفار، وأحسن الظن بربك، فإن الفرج بيده سبحانه وحده.